في الفيديو ده هنعمل عيش باجيت الفرنساوي المقرمش. طريقته سهلة وطعمه وقرمشته رائعين. ده صوت قرمشته. في الأول مقدار المية اللي هستخدمه كله للعيش هو 700 مللي مية دافية. هاخد منهم حوالي ربع كوباية عشان أحط عليها معلقة صغيرة خميرة ومعلقة صغيرة سكر وأقلبهم كويس، وبعد كده هسيب الكوباية بس 10 دقايق عشان أتأكد إن الخميرة شغالة. هستخدم هنا كيلو دقيق، يفضل يكون منخول كده، وانزل عليه بالخميره اللي عملتها. الميه هنزلها بالتدريج، يعني انزل شويه واقلب وبعدين انزل شويه تاني وهكذا. هنعجن على الاقل 10 دقايق ان ما كانش اكتر، ومتوقع طبعا منها انها تكون بتلزق كده. المهم نكمل عجن لحد ما العجينه تلم معانا بالشكل ده. بعد كده نحطها في طبق غويط ونديها رشه دقيق ونغطيها ونسيبها تتخمر نص ساعه بس، عشان لسه هنسيبها تتخمر مره تانية بعد ما نشكلها. هنرش رشة دقيق وننزل العجينة على الرخامة. عاوزين نخلي شكلها متساوي عشان نعرف نقطعها قطع متساوية. كل قطعة هتكون رغيف بعد كده. أنا قسمتهم على 4 هنا، بس بعد كده هاخد قطعتين وادمجهم مع بعض وأقسمهم على 3 عشان أقدر أعمل رغيفين كبار و3 متوسطين زي ما هنشوف. رشة دقيق وبعد كده أفردها بالشكل ده عشان أعملها بالشكل ده. بعد كده أبدأ ألف من الناحية الأصغر وأضغط مع كل لفة بصوابعي أو ببطن إيدي عليها، ونحاول نضيق اللفة شوية بحيث ما نخليش فيه فراغات كتير بين كل لفة والتانية. لو لقينا الاطراف مفتحه نقفلها ونبرم الرغيف بالشكل ده عشان نخلي شكله مدور اكتر. بما اني ما عنديش الصاج مخصص لخبز عيش الباجيت الكبير، فجبت ورق فويل مقوى اللي بيستخدم لتغليف البوتاجاز، موجود عند اي حد بيبيع ادوات منزليه. شكلته على شكل اسطوانه كده بالنشابه وغلفته من جوه ببيكنج شيت او ورق زبده مدهون بزيت، ورشيت جواه رشه دقيق خفيفه عشان العيش لما يتخمر ما يلزقش. بالراحه بقى ننقل الرغيف جواه ونسويه كويس عشان ده الشكل اللي هيثبت عليه. نعمل رغيف تاني بشكل سريع عشان لو في حاجة ما خدناش بالنا منها. رشيت دقيق وهفرد العجين بشكل مستطيل. الجزء الأطول فيه هو طول الرغيف بتاعي زي ما احنا شايفين كده. هبدأ ألف الأطراف وأضغط عليها وأقفل الأطراف من تحت ومن الجناب وأبرمه عشان يبقى شكله اسطواني. هجيب ورق الفويل المقوى وأحط جواه ورق زبدة مدهون زيت ومرشوش دقيق وأنزل فيه الرغيف بتاعي وأظبط شكله جواه. هعمل باقي الكمية بس الحجم الأصغر وهحطها في صاج الخبز. ولو مش متوافر الصاج ده عندكم ممكن تستخدموا ورق الفويل المقوى زي ما عملنا من شوية. بعد كده هغطيهم كويس بقماشة يفضل تكون مبلولة واسيبهم يتخمروا من ساعة لساعتين لحد ما حجمهم يتضاعف. بعد ما الساعتين خلصوا قبل أي حاجة نشغل الفرن على أعلى درجة حرارة وبعدين نروح نبص على العجينة. حجمها اتضاعف تمام. في الاول نرش رشه دقيق على وش العجينه وبعد كده هنجيب موس، ولو مش متوفر يبقى سكينه بس تكون حاميه جدا، وابدا اعمل فتحات بالورب كده في العجينه. والموس هنا هيكون افضل طبعا لانه حاد جدا ورفيع فمش هيخلي العجينه تهبط او يطلع منها الهواء لما يفتحها. هندخل الصاج الفرن في الرف اللي في النص لمده 25 دقيقه. انا حاطط تحتيه صينيه مليانه ميه اول ربع ساعه عشان ما يتحرقش من تحت، وهشيلها في اخر 10 دقايق واشغل الشوايه. برش ميه عليه كل 5 دقايق ودي مهمه جدا عشان القرمشه من بره. وده شكله بعد ما اتخبز واصبح جاهز. خلونا نسمع صوت القرمشة من بره. طبعا الصوت ده مع القرمشة وريحة الخبز كافيين انهم يجوعوك انك تاكل بيه اي حاجة. العيش الباجيت او العيش الفرنسي مشهور بصوت الكرانشي ده، ودايما بيكون ناشف ومقرمش من بره وطري من جوه، وطعمه حلو جدا في جميع انواع السندوتشات سواء الاجبان او اللحوم او اي حاجه تاني. وهتلاقوني بستخدمه مع حاجات كتير في فيديوهاتي زي ده وزي 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 ده.